السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا هتكلم على اكتر سؤال اتسأل لي وهو ازاي بنبدأ بروجكت جديد. طيب دلوقتي في نوعين من البروجكتس. لما تكون شغال في شركة ان شاء الله او شغال مع برودكت اوريدي موجود، في اغلب الاوقات انت مش بتبدأ حاجة من الصفر، مش بتبدأ تعمل ويب سايت او ابلكيشن من الصفر. ان ابلكيشن يتعمل من الصفر دي حاجة كبيرة قوي، بيبقى عليها تيم كبير خالص. بس في الغالب إيه اللي بيحصل إن المنتج بيكون موجود بالفعل، سواء كان application أو كان ويب سايت، تمام، وبنبقى عايزين نحسن حاجة فيه. فأنا النهاردة هوريكم لو أنا عايزة أحسن حاجة هعمل ده إزاي. النوع التاني من الشغل اللي بيحصل إن إحنا عايزين نعمل فيتشر جديدة، تمام. يعني تعالوا مثلا نقول إن إحنا عندنا application في مثلا events، بس ما فيش طريقة إن إحنا ممكن نعمل save للevent ده ونبقى فيه favorites، أوكي. فإحنا هنعمل feature جديدة للfavorites دي، إن إحنا نزود مثلا الأيقونة بتاعة الفافوريت. بس طبعا هي مش مجرد بيبقى أيقونة، لا، بيبقى في حاجات أكتر من كده. أنا هوريكم الحاجات اللي بنحطها في الاعتبار وإحنا بنعمل feature جديد، تمام. فكده نوعين: إن إحنا بنطور حاجة موجودة بالفعل، سواء كان UI أو feature، تمام، او UX مثلا user flow. يعني مثلا UI يعني شكل شاشة معينة عايز يتحسن شوية بنطوره. فيتشر معينة مش واضحة قوي ان هي دي بتعمل ايه، الزرار ده بيعمل ايه، اليوزر متلخبط فيه فبنطوره، تمام. او user flow يعني ترتيب الخطوات في البروسيس الويب سايت ان انت بتشتري منه وكده، فالخطوات بتاعته مش واضحة قوي، فممكن نطور اليوزر فلو، اوكي. مش شرط نغير اي حاجة في اليو اي، مش شرط نزود اي حاجة جديدة، لا، احنا بنغير بس اماكن الحاجات. ففي الغالب احنا بنكون بنطور في الحاجة الموجودة. ده 90% من الشغل. ان انت بقى تشتغل على حاجة من الصفر، تبدأ تعمل ويب سايت او تبدأ ان انت تعمل ابلكيشن من الصفر، ده الاحتمال اللي أقل. بس ده اللي بيحصل في الغالب لما تكون شغال فريلانس على موقع أبورك أو على في الحقيقة بيجي لك كلاينتس أصلا ما عندهمش ويب سايت أو ما عندهمش أبليكيشن، عندهم فكرة، مجرد فكرة، وعايزينك تحول الفكرة دي لحاجة حقيقية. فأنا عارفة إن أغلب الناس اللي بتتفرج عليا يا إما لسه داخلة المجال جديد، يا إما شغالين فريلانس. فأنا هبدأ إن أنا أتكلم على النوع ده من الكلاينت، ان انت تبدا حاجه من الصفر. وبعدين هوريكم ان بس انا ما ببداش حاجه من الصفر. يعني انا في شغلي انا ما بعملش حاجه من الصفر، انا بشتغل على ابلكيشن اوريدي موجود وبطور فيه او بطور في الفيتشرز بتاعته. طيب تعالوا نبدا. هو هيكون في كلام شويه في الفيديو ده، وهحاول ان انا اوريكم امثله. تعالوا نبدا بان انت هتبدا حاجه من الصفر. دلوقتي انت كلاينت جالك، فالكلاينت في الغالب بيكون عايز ويب سايت. ده اكتر نوع كلاينتس منتشر في الفريلانس، تمام. بيبقى عايز ويب سايت، فانت هتفهم منه طبعا تفاصيل البروجكت. انت عايز ويب سايت لايه، ايه نوع الكلاينتس، ايه نوع اليوزرز ان انت متارجتهم، مين اللي هيستخدم الويب سايت. ده اول سؤال واهم سؤال لازم تعرفه، اوكي. لازم تعرف مين اللي هيستخدم الويب سايت بتاعهم ده. let's say مثلا ان انت جالك كلاينت عايز يعمل ويب سايت. الويب سايت ده هيطلع عليه الايفنتس اللي بتحصل في القاهرة. هو عايز يعمل ويب سايت يكون كل اي ايفنت بيحصل في القاهرة، سواء حفلة، سواء ميت اب، سواء بتاع، يكون على الويب سايت ده. طيب هتسأله مين اللي هيستخدم الويب سايت ده؟ هيقولك الناس اللي في الغالب هيكونوا الناس اللي في أعمار الشباب ما بين 20 و40 مثلا، تمام. فأنت لازم تعرف الأودينس بتاعك دي، أو الخطوة لازم تعرفها، تفهم مين اليوزر. هل هو اللي هيدخل المعلومات على الويب سايت ده لوحده؟ لا، أكيد، تمام. انت هتسأله هل انت هتدخل الداتا دي، ولا مين هتجيب الداتا منين؟ يعني انت هتقعد تعمل بوستر لكل ايفنت بيحصل وتكتب ان في حفلة الساعة كذا مش عارف ايه، هتعمل ده بنفسك؟ اكيد لا. طيب هو متوقع ان الناس بقى اللي هم مثلا لتسي في فرقة مثلا في كايرو جاز كلاب، ولا مش عارفة اسمه، انا مش عايشة في مصر، او مثلا في معرض الكتاب مثلا، هيعملوا معرض كتاب، فهم عايزين يعلنوا عن الايفنت ده، فهيدخلوا على الويب سايت ده،
أوكي، وهيعملوا يرفعوا بوستر يحطوا اسم الإيفنت، في معرض يا جماعة، في معرض كتاب يوم كذا كذا، في التذاكر وهاتي لينك التذاكر وبتاع. يبقى انت كده عندك نوع تاني من اليوزر. برضو في ناس مختلفين هيستخدموا الويب سايت، اللي هم الناس اصلا اللي عايزين يعملوا ايفنت، اللي عايزين يعلنوا عن حدث. تمام، فخلاص انت كده عرفت ان في نوعين يوزر. النوع اليوزر اللي هو اللي هو المستهلك، اللي هو هيشتري تذكرة عشان يحضر حاجة، والنوع التاني اللي هو الكرييتور، اللي هو الايفنت كرييتور، اللي هو هيعمل حاجة. فانا كده عرفت نوعين اليوزرز، ودي حاجة مهمة جدا. ليه؟ لان اكيد اللي هيدخل الويب سايت ده وهو مش عامل ساين ان هيشوف واجهة غير اللي هيدخل الويب سايت ده وهو عامل لوج ان، واللي هو عامل لوج ان برضو اذا كان هو يوزر مجرد ان انت عملت اكاونت عشان تشوف الحفلات والمعارض اللي بتحصل في القاهرة وتحضرها وتشتري تذاكر. اكيد انت اللي انت شايفه هيكون مختلف عن الشخص اللي بيعمل الايفنتس، اللي هو عامل اكاونت على اساس ان هو بيعمل ايفنتس. تمام، شركة او مؤسسة او ايا كان. فلازم تحط الحاجات دي في الاعتبار. احنا مش هنصمم واجهة واحدة، لا احنا هنصمم واجهة وبعدين هنصممها على حسب كل يوزر. تمام، فدي اول خطوة. خلاص احنا عرفنا اليوزرز كل انواعهم. تمام، هنعمل سيرش عنهم، هنعرف هم مهتمين بايه، ايه المعلومات وهم بيحضروا ايفنتس، نازلين ايفنتس، هم عايزين يعرفوا ايه اهم حاجة. اكيد الوقت والمكان. تمام، اكيد عايزين يعرفوا من العنوان كده على طول يكون ايه الايفنت ده هيحصل فيه ايه. اوكي، ففي معلومات كده مش محتاج ان انت تعمل سيرش عليها، يعني هي معلومات معروفة. اوكي، انت ممكن تسأل نفسك اصلا، انا لو بدور على ايفنت هيحصل في القاهرة، هل انا بدخل ادور على ايفنت معين بعينه، بدخل ادور مثلا، انا ما بحضرش حفلات موسيقى، ما بحضرش غير معرض الكتاب، فانت تدخل على السيرش، يبقى انت عايز سيرش بار صح. او لما تدخل الويب سايت ده عايز يكون في مكان للسيرش عشان تعمل سيرش على معرض الكتاب، انت مش مهتم بالحاجات اللي طالعه لك في الهوم بيج الايفنتس التانية. في غيرك هو مش مهتم بحاجه معينه، هو عايز يعرف ايه اللي بيحصل في البلد، ايه الايفنتس اللي حصلانه ويدخل يدور عليها. تمام، انت مش بتصمم لنفسك بس، انت يعني انت ممكن في المرحلة دي تبدأ ان انت تتكلم مع الناس وتسألهم انت مثلا ايه الايفنتس بتعمل، ايه مثلا في الاجازة بتعمل ايه، ايه الايفنتس اللي ممكن تحضرها. في ناس مثلا مش مهتمين غير بالكوسبلاي او بالكوميكس او بنيش معينة، ففي كذا نيش. فانت ده بيبقى اسمه يوزر ريسيرش. تمام، النوع التاني من الريسيرش اللي ممكن يفيدك في احنا كده لسه بنجمع معلومات. تمام، لسه ما بدأناش التصميم. النوع التاني من البحث ان انت تشوف الويب سايتس التانية، يمكن في ويب سايت اوريدي بيعمل كده، يمكن في ويب سايت موجود. مش لازم على فكرة يكون ويب سايت كامل بتاع ايفنتس. عندك الفيسبوك مثلا، الفيسبوك فيه ايفنتس، فممكن تدخل على الفيسبوك وتشوف الايفنتس في الفيسبوك عاملة ازاي. في ابلكيشن اسمه ميت اب، مش لازم يكون مشهور في مصر او مش لازم تستخدمه في مصر، فانت ده اسمه كومبيتيتور، بيبقى اسمه competitive analysis او competitor analysis، تحليل الكومبيتيتورز المنافسين في المجال. فانت بتشوف ويب سايتس وابلكيشنز تانيين بيعملوا نفس الفكرة. مش شرط يكون الابلكيشن بيعمل نفس الفكرة، ممكن الابلكيشن بيتارجت نفس اليوزرز. اوكي، يعني مثلا ممكن تلاقي موقع بتاع جامعة عادي خالص، فهو ده ملوش اي دعوه باللي احنا نعمله، بس هو بيعمل كل الاعلانات والبوسترات لنفس نوعيه اليوزر الاولاني بتاعنا، فاكرين اللي هم الشباب ما بين 20 و 40. فهتشوف هو بيقدم لهم ايه او عامل لهم ايه. اوكي، اغلب مثلا الشباب هتلاقيه بيدور على الحاجات من الموبايل، ما حدش بيقعد يفتح اللابتوب عشان يدور على حفلة او معرض، اغلب الناس بتستخدم الموبايل. فانت هتعرض على الكلاينت بتاعك والله احنا محتاجين الويب سايت ده يكون ينفع يتفتح من الموبايل، واهم حاجة الموبايل يكون الفيو منه كويس جدا، فلازم هنعمل له نسختين، نسخة لما يتفتح من اللابتوب ونسخة لما يتفتح من الموبايل. فاحنا كده خلصنا السيرش. وفي خطوة مش لازم تكون تاني خطوة، ممكن تكون اصلا اول خطوة. هناخد الداتا او المعلومات هناخد حاجة اسمها كوبي من الكلاينت، هو اللي لازم يديها لنا، مش احنا اللي هنكتبها. يعني ايه كوبي؟ يعني
حرفيًا الcopy write الكلمات المكتوبة في اللي هتكون موجودة، يعني اسم الويب سايت، أنت عايز إيه اللي يكون فوق، عايز home page، عايز مثلًا upcoming events، عايز about us، طب هنكتب فيها إيه؟ لازم بلاش يا جماعة تستخدموا placeholder يعني إن أنت تحط lorem ipsum مش عارفة أي كلام كده عشان تملي مكان، لأ، ليه؟ لأن أنت ممكن بعد كده لمّا تاخد الcopy تكتشف مثلًا إن الsection ده أنت عايز تكتب فيه هو الclient عايز يكتب فيه جملتين بس، طب ما أنت عملت design قد كده وحطيت صورة قد كده علشان وكتبت كلام كتير أوي، فأنت كده هتعيد شغلك تاني عشان ينفع مع الcopy الجديدة، فأنت لازم تبقى عارف الcopy من الأول، هتطلب منه يبعت لك فايلات فيها الcopy، لو ما كتبش الcopy والله يروح يكتب الcopy الأول، أو أنت تقول له والله أنا ممكن أكتب لك الcopy وهتcharge you أو هتدفع زيادة شوية لو أنت بتعرف تكتب copy. أنا شخصيًا ما باحبش أكتب copy وماليش فيها، فأنا ما باكتبهاش بنفسي، لأن هو ده مش شغلي، أنا ما باحبش أصلًا أعمل شغل، أنا باحب أركّز في شغلي أنا بس، اللي هو UX وUI، حاجة تاني يشوف هو ممكن يروح يدفع فلوس لحد تاني. فأنا دلوقتي عندي الdata وخلاص وفهمت كل حاجة، هادخل أول حاجة هاعملها عشان ما اقعدش أضيّع في وقتي وأعمل في design وأوريه للعميل وفي الآخر يروح يرفضه، لأ، أنا هادخل على Figma أو في ورقة وقلم ونقعد نsketch كده، ممكن تعمل meeting مع الclient ونقعد نsketch، أقول له طيب أهو بُص الweb site هيبقى إيه، الصفحة الرئيسية، أول حاجة نشوفها كده في وشنا، أول 5 إيفنتات هيحصلوا مثلًا الشهر ده، أوكي، ونكتب مثلًا يحدث هذا الشهر، تدّي له بقى أفكار، أنت تقعد قبل ما تكلمه تعمل كذا فكرة، في حاجة اسمها crazy 8 مثلًا، الcrazy 8 إن أنت تجيب ورقة كبيرة وتقسّمها تطبّقها كده لحد تتقسّم على 8 إحنا لسه بنتكلم في الhome page خلّي بالك، في نفس ال لنفس الفكرة، نفس التصميم، تعمل كذا احتمالية، إحنا لسه بنشخبط تمام، wire frame يعني حاجة كده في الورق ده خالص، أنت تقول له بس إن إيه رأيك مثلًا هيبقى كده اللوجو هيتحط هنا والزرار الرئيسي هيكون هنا، إيه الزرار الرئيسي؟ إحنا مهتمين إن هم يعملوا login وsign up الأول، فهنحط الزرار بتاع الlogin والّا ده مش مهم، المهم إن هو book your event، هنشوف إيه أولوية الclient، هو عايز الuser الprimary action أو إن هو يعمل إيه لمّا يفتح الweb site، هو ممكن مثلًا يكون هدفه إن الusers يعملوا أكاونتات، ممكن حد تاني هو مش مهتم إن الuser يعمل account، هو مهتم إن الuser يشوف الevents على طول من غير ما يعمل account مثلًا، ده ممكن يكون اهتمام، لإن ده بيجيب عائد traffic على الweb site، في ناس كتير بتستخدم الweb site والtraffic ده المعلومات الanalytics بتاعة الtraffic دي بتظهر عنده، فيقدر يورّيها للناس بقى اللي هيدفعوا فلوس عشان يعلنوا الإيفنتات عنده، تمام، هو بوجه عام يعني أنا مش محتاجة أقولها، هي واضحة أوي إن الuser المهم، أهم user هو الuser اللي بيدفع فلوس، أكيد صح؟ فأكيد إحنا كل اهتمامنا إن إحنا إزاي نخلّي الuser اللي هيدفع فلوس يدفع فلوس، مين الuser اللي هيدفع فلوس في الحالة اللي أنا قُلتها دي؟ الuser اللي هيدفع فلوس هم المؤسسات والحفلات والناس دي اللي هم عايزين يعلنوا عن الevent بتاعهم، تمام، هم هيدفعوا فلوس ليه؟ لمّا يلاقوا إن إيه ده، إحنا لو أعلنا هنا ناس كتير أوي ألوفات هيشوفوا الevent بتاعنا بسرعة وهيحجزوا ويشتروا تذاكر، تمام، فهيشوفوا ده منين؟ يبقى إحنا برضه مهتمين بالuser الأولاني، تعالوا نسميهم user A وuser B، user A اللي هو بيدوّر على اللي هو هيشتري تذاكر، وuser B حفلات أو إيفنتات، هنقعد نعمل wire frames على السريع، سواء تشخبط في ورقة أو كده تحط الحاجات أماكنها في wire frame سريع خالص على Figma. الفكرة من الwire frame إن أنت ما تضيّعش فيه وقت كتير، أوكي، تعرف بس أماكن الحاجات هتتحط فين، لو استقر على شكل الhome page أو أماكن الحاجات نبدأ بقى نصمم له design كده حلو شوية، هو عايز home page بس landing page أكيد لأ، مش عايز landing page، هنبدأ بقى نشوف الuser flow، يعني إيه user flow؟ أنت دلوقتي عندك home page شكلها حلو، طب إيه اللي هيحصل لمّا الuser يدخل على الsearch ويعمل search على الevent، إيه اللي هيحصل؟ هنبدأ بقى نمسك التفاصيل، أوكي، هنبدأ نمسك نعمل شاشات تانية نكمّل الuser flow، هنفكّر الأول في حاجة اسمها user case، يعني إيه user case؟ يعني قصة، أوكي، هنمسك user A
فاكرين يوزر ايه؟ اللي هو عايز يشتري تذكره. انت دلوقتي عندك يوزر عايز يشتري تذكره، هيدخل على الويب سايت، هيدخل على السيرش بار مثلا، هيدخل على السيرش بار هيعمل سيرش. فاحنا كده عايزين صفحه يكون فيها الصفحه الرئيسيه بتاعه الويب سايت وديزاين تاني جنبه كده، وهو بيكتب في السيرش بار. عايزين نبين الستيتس بتاعت السيرش بار. طب لما يدوس على السيرش بار هل هيبقى فيه دروب داون منيو ولا يوديه على طول في صفحة تانية اصلا اول لما يبدأ يكتب؟ تمام. ففي انواع كتير من السيرش بيهيفير اللي هو التصرف بتاع السيرش. ادخل بقى انت، يعني انت مهمتك دلوقتي كيو اكس ديزاينر ان انت تدخل على مليون ويب سايت وتشوف هما بيعملوا السيرش ازاي. شوف مثلا في ويب سايت في فيجما مثلا ما تعمل سيرش يبدأ على طول ان هو يفلتر اللي قدامك ويبين لك اللي انت بتدور عليه. طيب خلاص عملنا سيرش، هو دور مثلا على كلمة معرض الكتاب، فوديناه على صفحة اللي هي فيها نتائج البحث. عايزين نصممها بقى هتكون شكلها عامل ازاي. الكارت بتاع الايفنت ذات نفسه ايه المهم فيه؟ عايزين فيه صورة مثلا واسم الايفنت والتاريخ والساعة. اوكي. وممكن يكون ايفنت، فهنعمل شكل الكارت ده ونقعد نتفق عليه للكلاينت، نديله كذا ديزاين. يعني مش لازم انت عشان توري له ديزاين مش لازم توري له الصفحه كلها، انت ممكن توري له عنصر بس اللي هو العنصر المهم اللي هو في الحاله دي شكل الكارت بتاع الايفنت. اوكي. فنعمل له كذا تصميم هيعجبه مثلا واحد، او يقول لك حلو ده ناخد حته من هنا وحته من هنا مش عارف ايه. اوكي. ايه اللي هيحصل لما احط الماوس كده عليه هوفر اللي هي الهوفر ستيت؟ هيبقى في شادو تحته، هينور ولا مش هيحصل حاجه؟ فاكرين في الدرس بتاع الكومبوننتس مش علمتكم حاجه اسمها ستيتس، اللي هو احنا عندنا الزرار وهو عادي، والزرار لما ندوس عليه شكله بيتغير، والزرار وهو disabled. فاكرين؟ فاحنا لازم نعمل الستيتس لاي حاجه في انتراكتيف. اوكي. انتراكتيف يعني اليوزر ينفع يتعامل معاها على الويب سايت. احنا عندنا الكارت ده ممكن نعمل له لايك نسيفه على جنب، تسال الكلاينت هل انت عايز اليوزرز يعملوا سيف للايفنت ده ولا يدخلوا عليه وبعدين يشتروا التذكره بس ما عرفوش يعملوا سيرش. طب افرض اليوزر دلوقتي هتقعد تفترض بقى حاجات كتير جدا جدا. افرض اليوزر دخل على الايفنت ده عجبه بس قرر ان هو ما يشتريش تذكره دلوقتي. اوكي. ايش اتشغل بس عايز يرجع تاني، هيقعد يرجع تاني على الويب سايت ويعمل سيرش تاني ويدور على نفس الايفنت اللي شافه امبارح ولا لا. لا اكيد هيعمل له سيف زي في الفيسبوك مثلا انت ممكن تعمل سيف لايفنت. طيب لو احنا عملنا سيف يبقى معنى كده ان انت عايز تعمل ديزاينات للبروفايل وللجزء اللي فيه هو راح فين السيف، فين بقى كل الايفنتات اللي احنا سيفناها دي. عايز بقى تعمل البوك ماركس بقى او السيفد ايفنتس بتاعت اليوزر. فاهمني؟ فانت بتبدا بالروت سكرين اللي هي الصفحه الرئيسيه اللي هي الهوم بيج، وبعدين تقعد تتفرع منها بقى وتعمل كل الكيسز. لازم تفكر هو ايه، يعني اسال نفسك السؤال ده، هو ايه اللي هيحصل لما ادوس هنا؟ اوكي. ايه اللي هيحصل لما ادوس على اشتري تذكره؟ هل هيعمل لي ريدايركشن اللي هو يفتح على ويب سايت تاني في تاب تانية، ولا عايزين فورم يطلع كده على الشاشة اوفرلاي في النص يكون فيه المعلومات هو يشتري جوه الويب سايت؟ ده سؤال مهم جدا. اغن مش هيكون عندها فكرة ان حد يشتري في الويب سايت نفسه، لا هو هيبعته بره لحاجة اسمها third party ان هو الناس تشتري من بره. اكيد من الناس مش هتدخل معلومات الكارت البنك بتاعها في ويب سايت وخلاص. الاسئلة بتبدأ تطلع عندك بس طبعا بعد الخبرة، بعد وقت كتير ان انت تشتغل على ويب سايت وحاجات كتير انت خلاص بتبقى عارف كل الاسئله دي من اول لما كلاينت يجي يقول لك والله انا عايز اعمل ويب سايت الكذا، فهتلاقي انت عندك كل الاسئله اصلا ان انت يعني مش هتستنى ان انت تبدا تشتغل وبعدين يجي في دماغك سؤال، لا هتبقى عارف كل الاسئله دي اوريدي. في الاول مش هتكون عارفها عادي، ابدا اشتغل واساله مش مشكله. لازم يكون في شات ما بينك وما بين العميل طول الوقت. بس يعني اتمنى يكون الفيديو ده جاوبكم على ازاي احنا بنبدأ نشتغل وبنعمل الموضوع ده ازاي. انا عارفة ان في ناس كتير هتقولي طيب اعملي معانا بروجكت من الالف للياء، بس الموضوع ده ياخد وقت كتير. يعني مثلا انا لو هعمل ويب سايت زي ده بتاع ايفنتس ده ممكن ياخد معايا شهر او شهرين مثلا من الريسيرش لو انا عايزه اعمله صح، يعني من الريسيرش والديزاين والواير فريمز وبتاع. بما ان احنا مش عاملينه للكلاينت ممكن اعمله على مزاجي انا من غير سيرش ولا اي حاجه بس عشان اوريكم
فقولوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزيني اعمل فعلا ويب سايت واوريكم لما اعمل وار فريم يبقى شكله ازاي، وبعدين لما اعمله التصميم نفسه يبقى شكله ازاي. قولوا لي في الكومنتس. بس انا شخصيا شايفه ان انتوا تدخلوا جربوا انتوا لوحدكم. حاجه تاني بقى مهمه، ان احنا بعد ما نعمل الديزاين هنعمل حاجة اسمها responsiveness testing، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه responsiveness testing؟ يعني مثلا فلنفترض ان انت بدأت تصمم على شاشة 1920 عرضها، اوكي. طب ايه اللي هيحصل لو حتى الجهاز بتاعه اصغر شوية؟ انا عايزاك تمسك لي كده الديزاين وتعمل له شرينك، اوكي. وريني اللي هيحصل. هل الديزاين ريسبونسيف؟ لو انتوا مش فاهمين يعني ايه ريسبونسيف ويعني ايه اللي انا بقوله، يبقى انتوا ما شفتوش الدرس بتاع الاوتو لاي اوت، فروحوا اتفرجوا على درس الاوتو لاي اوت، لان ده اساسي اساسي. ما تستخدمش اوتو لاي اوت في الواير فريم، يعني احنا الواير فريم دي حاجه على السريع كده بنحط بس بلوكات جنب بعض، انما في الديزاين بتاعك لازم طبعا تستخدم اوتو لاي اوت عشان الديزاين يكون ريسبونسيف. يعني انت دلوقتي حتى في اللابتوب لما بتمسك شاشه البراوزر وتصغرها كده، اوكي، كل حاجه بتتحرك وبتتغير. طب يحصل استخدمت اوتو لاي اوت، فانت تتاكد ان كل حاجه يعني فهمني مش بايظه، اوكي. فالريسبونسفنس، في الريسبونسفنس برضو خلوا بالكم ان في حاجه اسمها thresholds. يعني ايه threshold؟ انت دلوقتي بتصغر الديزاين في الديسكتوب لحد ما لحد ليميت معين، وبعدين عايزين نشوف الديزاين ده على الموبايل هيكون شكله ازاي. طبعا على الموبايل في اختلافات كتيره جدا، لازم تعملوا ديزاين لوحده. يعني مثلا على الموبايل مش هيكون في تابس من فوق، هيكون في برجر منيو، اوكي. اكيد مفيش مكان بيبقى اسمه كومباكت ديزاين، كومباكت اللي هو مزنوق يعني. فاحنا عايزين نعمل الديزاين هنغير حاجات فيها، ناخد نفس العناصر وهنحطها في الموبايل. انما على الويب سايت عندنا مساحة اكتر شوية ان احنا نعمل الديزاينات، بس لازم تعمل حسابك في الديسكتوب على اكبر واصغر شاشة، وفي الموبايل من اصغر شاشة اللي هي 360 تقريبا عرضها، او 320 كمان، بس ده نادر قوي ان حد موبايله يكون عرضه 320، لحد عندك اكبر موبايل اللي هو التابلت يعتبر موبايل، اوكي. التابلت تعتبر موبايل تقريبا لحد 960 بكسل العرض. وبعدين عندنا اللاندسكيب مود. فنعمل اعتبارات كل الشاشات دي في نفس الصفحة هتبقى عاملة ازاي، اوكي. مهمة جدا. في الديزاين دايما بنبدأ بأصغر شاشة، اوكي، عشان لما نعمل ديزاين في شاشة صغيرة سهل قوي ان احنا نكبرها كده ونوسعها، عندنا مكان اكتر. انما هتبدأ في شاشة كبيرة، في شاشة ديسكتوب هتيجي تصغرها هتبقى مش عارف توتي الحاجات فين. فأتمنى الدرس النظري ده شوية يكون أفادكم، وإن شاء الله في الفيديو الجاي هوريكم ازاي، لو انتوا طلبتوا مني كده فعلا انا هوريكم ازاي بعمل الويب سايت ده، وممكن نعمله سوا مع بعض. اشوفكم في الدرس الجاي. سلام.